السلام عليكم. فوز النادي الاهلي 3-2، والنادي الاهلي تقريبا بيقطع يعني ممكن 70-80% من نسبة حصوله على الدوري العام بالفوز على المنافس المباشر لبيراميدز. وجفشة مجدي جفشة يعني نقدر نقول انه هو بالقاضية بتاعته بيدمر حلم بيراميدز في التتويج بأول بطولة. بصراحة النادي الأهلي كان أداؤه أفضل من بيراميدز ورغبته أكبر من بيراميدز، رغم انه في طبعا ضربة جزاء من وحي الخيال ولا تمت اي صلة بضربات الجزاء اطلاقا. وبصراحة كورة مشينة جدا، يعني شوهت المباراة، خلت فيه نوع من انواع القلق بالنسبة للمباراة، يعني تقلق يعني لانها ما فيهاش نسبة، يعني لا كورة غريبة. هل في كان في فار في المباراة؟ طب هل هذا الحكم الاسباني حكم سيء جدا، وحكم على فكرة ملوش اسم، متواضع جدا، ويعني كرة غريبة جدا. رغم ان باقي المباراة كانت يعني جيدة من الحكم، لكن يعني نقدر نقول انه حكام الفار هو اللي كان مسؤول، ده نايم خالص مش موجود، ما فيهاش كورة، ما فيهاش اي حاجة غير انه ممكن يبقى في انذار على حسين الشحات. لكن حسين الشحات في المجمل افضل لاعب النادي الاهلي يعني لفترة من المباريات. 70% قوة النادي الأهلي حسين الشحات من خلال الأسيستات واللعب والفعالية الهجومية. ونقدر نقول ان الباقي النسبة دي لقفشة اللي في دقائق معدودة بيخلص على اي مباراة بكراته المتميزة، وهو لاعب دفاعا وهجوما على مستوى عالي جدا. طيب نشوف الأول الهدف يعني القاضية بالنسبة لبيراميدز أو في الدقيقة، نفس مرة الدقيقة تانية عبد 85. المنعم ديانج، طبعا استلام تمريرة روعة. أمامية، الشناوي هل يعني معدد تصل عنده إلى رضا هدوء سليم، وعنده هدوء يزقها مرة أعصاب تانية، جيدا، عادي يعني المثلثات، متأكد عفشة ثواني لمسة بيركن إيده، يا ولد. ولكن جول الكرة دخلت زي جول ما احنا جول شايفين. جول جول انت جول. بتتكلم بعد كده هنشوف دلوقتي لقطة ضربة جزاء الغريبة، أغرب ضربة جزاء يحسبها حكم أجنبي لدرجة إنها تشكك لا يعني في ذهن أي حد. تتكلم عن ده مدرب أجنبي، وحتى لو مدرب مصر مستحيل مستحيل إنه كرة زي دي مش هيستدعي الحكم فيها. طب تعالى كده نشوف. لا ده كوميديا، يعني ده ضربة جزاء، ده كوميديا، ده حط رجله على صدر اللاعب، يعني هي المفروض الكرة إن لم الأمامية تكن ما حسين فيهاش حاجة الشحات فهي فاول على في حسين الشحات موقف خطير بهذا جدا الشكل. جدا، يا حاجة عيني طبعا على غريبة الترقيصة جدا. ودي لقطة وركلة جزاء، يعني ركلة جزاء. أساءت للمباراة، مباراة كبيرة ومباراة رائعة ومباراة حلوة 3-2 وأهداف رايحة جاية وأداء، وخصوصا من النادي الأهلي بصراحة أكثر. أنا استغربت بالنسبة لفريق بيراميدز، فريق بيراميدز ما عملش الاسترتش الكامل للمباراة، منغلق. وعلى فكرة المدرب الكرواتي ده ملهوش ذنب، انا شايفه في لقطه معينه وهو كانت النتيجه تعادل، فبيدفع لاعبي بيراميدز للامام، يعني يعني هم بيضغطوا للخلف، مش المدرب هو اللي بيأمر بانهم يضغطوا بهذا الشكل. صراحه بيراميدز سيء. شفنا اول 13 دقيقه تكلم عن هدف في الدقائق الأولى لوسام، وبعد كده وسام ضيع كرة سهلة جدا وانفراد سهل جدا، كان ممكن 2-0 في يعني في أقرب وقت، لغاية ما شفنا الهدف الحلو اللي جابه أستون مايلي المهاجم الممتاز جدا. تخيل المهاجم ده في النادي الأهلي، لا هيكسر الدنيا. في تباطؤ من عبد المنعم، وفي يعني الشناوي، سواء الشناوي ده الحراس مش على المستوى المطلوب. انا شايف ان مصطفى شوبير هو اعلى حاجه في مصر بالنسبه لحراس المرمى بصراحه. حارس يعني بدون اخطاء، سواء ان ضربه الجزاء يعني ما بيعرفش يصد ضربات ملهوش فيها يعني. اتكلم عن اللعيبه المتميزه، كريم فؤاد عجبني جدا بيلعب في الناحيه الشمال. بص فارق مع النادي الاهلي في الناحيه الشمال بصراحه يعني. في عدم وجود معلول وإصابة عمر كمال، فارق جدا جدا لما تلاقي لاعب بهذا المستوى، وخصوصا الأداء الهجومي عنده. أما حسين الشحات 70% من قوة النادي الأهلي الهجومية، وبيكملها قفشة. إمام عاشور ما كانش موجود، و يعني بقية اللعيبة سواء أكرم أو مروان أو يعني بقية اللعيبة ما كانوش على المستوى المطلوب. لكن النادي الاهلي وسام يعني نقدر نقول 50 و50، لانه وسام في كورتين بقى، في كرة انفراد وفي كرة عرضها له حسين الشحات، يعني
ما صرحش، ما توقعهاش. هي الكرات الصعبة، يعني محتاجين نسمي في الكرات الصعبة وليس في الكرات السهلة بس. 3 نقاط غالية جدا. نادي بيراميدز بصراحة رغم انه اتظلم في ضربة الجزاء اللي هي ليس لها اي اساس من الصحة، لكن في المجمل صراحة فريق لا يستحق. وعموما كده كده النادي الاهلي على الاقل كان هيتعادل، يعني حتى لو ما اتحسبتش ضربة جزاء النادي الاهلي كان يعني هيقاوم في المباراة، وكان يعني هيهاجم بكل قوة وضراوة لغاية ما يوصل للتعادل وممكن برضو الفوز. بصراحة يعني الرغبة عند النادي الأهلي والهجوم المنوع واللعب بدون كورة والسرعة في الأداء والشراسة في الهجوم بالنسبة للنادي الأهلي ده طابع عنده. فأكيد ما كانش هيوفق في دي هيوفق في دي، لكن نادي بيراميدز بصراحة ما أداش المباراة. لعب مباراة تكتيكية نوعا ما، قدر يتقدم، لكن لو عديت مش هتلاقي فرص كتيرة يعني بالنسبة لبيراميدز، يعني كرات محدودة اللي جات له، واستطاع انه يجيب هدفين من كام كرة، 3 4 كرات فقط لا غير. لا النادي الاهلي افضل من بيراميدز، يعني مش هنقول طبعا النادي الاهلي خد 3 نقاط لا يستحقها، لا حقيقة على مستوى الاداء يستحقها. سوى ضربة الجزاء. طب ضربة الجزاء أثرت طبعا تأثير كبير، الله أعلم يعني هل كان إيه هيحصل، لكن كنت أتوقع أنا نادي الأهلي بيهاجم بقوة وبشراسة وبضراوة من جميع الجبهات، لكن فريق بيراميدز لا ما كانش على المستوى المطلوب. شفنا بداية المباراة، ويعني ممكن يكون بعد ما أحرز الهدف لغاية الشوط الأول هاجم، بداية الشوط الثاني كده شوية يعني لغاية ما جاب الهدف وانكمش. يعني أداؤه في مباريات بتبقى يعني مستوى أعلى دوري كده يعني، لا بنسبة كبيرة للنادي الأهلي، لأن النادي الأهلي لو لعب بقية الماتشات ويستطيع أن يفوز فيها فهيفرق 4 نقاط في مباراة بينه وما بين بيراميدز. يعني في لسه مباراة بينه وما بين بيراميدز، طبعا فرصة لبيراميدز، لكن أنا أعتقد من الصعوبة. بيراميدز كمان مع الزمالك، ويعني ماشي هنقول ماشي الزمالك ممكن يعني يتراخى أو غيره. لا أعتقد النادي الأهلي خلاص الموضوع بقى في إيده سهل، وممكن النادي الأهلي كمان ممكن يحسمها مع بيراميدز بعد كده. في ماتشات قوية مع النادي الأهلي على فكرة، لكن كان فوزه النهارده مهم جدا جدا للدوري. يعني التعادل اصلا ما كانش في صالح النادي الاهلي حقيقة، لانه لسه النادي الاهلي بقية المباريات صعبة جدا اللي فاضلة. سهل جدا انه كان ممكن يتعادل في مباراة فيهم، وبيراميدز مبارياته قليلة ممكن يخلصها، لكن هذا الفوز خلاص خلى الموضوع بالنسبة لبيراميدز اتصعب جدا. وهنشوف مباراة تانية يعني روعة الروعة هتبقى قوية، لكن يعني واضح ان النادي الاهلي بالنسبة للدوري اقترب جدا بهذا الفوز. هذا الفوز على فكرة قرب، لكن قبل هذه المباراة انا كنت مرشح بيراميدز للسكواد، ولا اللعيبة ما شفناش لعيبة يعني، مع محمود مرعي شوية، الشيبي شوية، بعض اللعيبة القليلة يعني الكرة اللي جت لميلي، بس ما فيش كرات تانية. نادي بيراميدز ما أداش، لعيبة ما لعبتش مباريات يعني كتيرة، لعيبة أسماء كبيرة جدا، دكة كبيرة ما أدتش. شكرا.